السلام عليكم، يا رب تكونوا بألف خير. تساقط الشعر بعد عمليات السمنة. أوقات كتيرة بتجيلي مريضة في العيادة بتكون عايزة تاخد قرار عملية التكميم، ولكن عندها تخوف من تساقط الشعر اللي هيحصل بعد العملية. فاحنا بنطمنكم ان تساقط الشعر اللي بيحصل بعد العملية بيكون بسبب نقص الفيتامينز ونقص البروتين، وبالتالي تساقط الشعر نقدر نمنعه بعد العملية. ازاي؟ ان احنا ناخد الفيتامينز بتاعتنا بانتظام، سواء كانت المالتي فيتامينز او الفيتامينات المخصصة للشعر والكولاجين، او ان احنا ناكل كمية بروتين كويسة. يعني ايه كمية بروتين كويسة؟ سواء كان بروتين حيواني او البروتين النباتي او حاجة اسمها ايزوليتد وي بروتين، لان احنا عارفين ان اساس الشعر هو البروتين. وبالتالي التساقط اللي بيحصل بعد العملية بالذات خلال اول شهر او شهرين بعد العملية بيكون بسبب ان في جرح في المعدة، فالمريضة مش عارفة تتناول كمية بروتين كافية، فبيأثر على الشعر المؤقت مش الشعر الدائم. وبالتالي بعد 4 أو 5 شهور بيرجع الشعر ده تاني لطبيعته. وبالتالي بنطمنكم ان تساقط الشعر اللي بيحصل بعد العملية دي حاجة نقدر نمنعها من خلال تناول كمية كافية من البروتين وتناول الفيتامينات بانتظام. وحتى لو حصل تساقط بيكون بكمية قليلة وبيرجع تاني لطبيعته بعد حوالي 4 أو 5 شهور. شكرا جزيلا لحضرتك.